السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه ومستمرين في فيديوهات رمضان. النهارده بقى هنعمل وصفة الكنافة الكرات حلوة جدا جدا، بيسموها كنافة البابلز. تعالوا بقى يلا نعمل الكنافة بتاعتنا دي بطريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هتكلفك حاجة ومش هتاخد وقت معاكي. دايما احنا معتمدين زي ما انتوا عارفين في القناة بتاعتنا على ان نعمل وصفات سهلة وبسيطة. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل واعملي لي لايك للفيديو. اول حاجة بقى جبنا الكنافة بتاعتنا وبيتناها في الفريزر وطلعتها من الفريزر وهي متلجة. هبدأ بقى ان انا ايه امسكها كده اخليها زي الفرافيت بالظبط وهي بتبقى في الفريزر وطالعه من الفريزر متلجة. يا دوبك بتعمليها بايدك تبقى مفرفتة وتبقى عاملة زي الفرافيت وهو ده المطلوب. الكنافة وتحطيها في الفريزر بتسهل عليكي اي وصفة هتعمليها. هنفضل كده بقى ده في حتة كده مش متلجة هفضل برضو اقطع فيها وهي ساقعة كده بسرعة كده اتفرفتت معايا وبقت زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى 200 جرام من الزبدة السايحة او السمنة السايحة زي ما تحبي، ولو عندك سمنة فلاحي كمان بتبقى طعمها حلو قوي. هحطها عليها واقلبها اشربها فيها كويس قوي. بس انا ان شاء الله في طريقة تانية هبقى اعمل بيها، لان لما بعملها كده بحس ان هي بتتكتل وبتعجن في بعضها، فان شاء الله هعملها برضو بطريقة تانية. وهجيب معلقة كبيرة من السكر البودر، معلقة كبيرة هرمية من السكر البودر. تمام. هجيب بقى كده الكنافة بتاعتي بعد ما شربتها في الزبدة بتاعتي معلقة كبيرة من السكر البودر. هبدأ ان انا افردها بقى كده في الصينية وادخلها الفرن. المرة دي مش هعملها على البوتاجاز من فوق، لو انت عايزة تعمليها اعمليها. دخلتها الفرن وهعمل بقى السيرب بتاعها، كوباية ونص مية عليهم كوباية سكر وعصرة ليمونة، وهسيبهم على النار لما يبقوا وسط. انا مش عايزاها تبقى السيرب بتاعها تقيل، لا السيرب بيبقى وسط، ولا خفيف ولا تقيل، وسط كده. الكنافة بعد 10 دقايق طلعتها من الفرن وهبدأ بقى ان انا اقلب اللي تحت فوق وهشغل الشواية بقى. هشغل الشواية وخلاص. وبعد كده هشوف بقى السيرب بتاعي اهو خلاص هفضي عليه كيس فانيليا واطفيه. قعد بالظبط بتاع 15 دقيقة على النار والكنافة كمان طلعت اهي متحمرة. هجيب بقى هنا كوباية سوداني مجروش، والخطوة دي مش يعني مش لازم تعمليها، ممكن تعمليها الكنافة سادة خالص من جوه. يعني لو انت مش حابة تضيفي الإضافة دي ما تضيفهاش. أنا جبت كده كوباية سوداني مجروش وهحط عليهم 4 معالق من السيرب اللي أنا عاملاه، وهقلب كده السوداني بالسيرب ده وهركنهم على جنب عقبال بقى ما اشرب السيرب للكنافة. لو انت مش حابة ان انت تعملي الخطوة دي ما تعمليهاش. لو انت حابة خلاص تمام احشيها بقى بسوداني مجروش، مكسرات، عندك اللي يريحك. هجيب بقى كده الكنافة بتاعتي اهي. انتوا شايفينها كده ان هي متحمرة قوي، بس لا هي مش متحمرة قوي، هي كده كويسة. هضيف عليها السيرب بتاعي كله هو على قدها بالظبط النص كيلو، وهقلبهم كده واقعد افرفطها لحد ما يتشرب خالص السيرب في الكنافه. انا بحب صراحه الكنافه بالطريقه دي قوي، ما بحبش احط الكنافه في الفرن واطلع كوب عليها السيرب واللي هي بتبقى قرص دي، لا انا بحب حتى لما اعمل الكنافه المحشيه كاستر والحاجات دي بحب اعملها بالطريقه دي، طعمها بيعجبني بصراحه. بس هفرفطها بقى كده كلها مع السيرب، طبعا بتبقى سخنه شويه، وبعدين هسيبها تبرد عشان تقدر بقى تتشكل معاكي الكرات. سيبيها تبرد، وبعد ما تبرد بقى هتبدأ ان هي تتشكل معاكي عادي خالص. طول ما هي سخنة كده هتفك منك. سيبيها تبرد خالص وبعدين ابدأي بقى ان انت اقعدي شكلي فيها. تمام كده سبتها بردت وجبت بقى كده المعلقة المعيارية دي، لو عندك فنجان صغير ماشي، عندك الكوباية المعلقة قصدي بتاعت الايس كريم ماشي. هتحطي كده حبة كده مش كتير، وهتعملي تجويف في النص وتحطي بقى الحشو. لو انتي مش هتحطي حشو يبقى حطي على طول بقى الحبة الكتار اللي هتحطيهم، وبعد كده هكتر بقى من فوق واكبس بقى بايديا، اكتر كده على المعلقة كده من فوق واكبسها بقى كده بكف ايدي، اقعد كده اكبسها والفها اكبسها والفها تطلع معايا في المعلقة بكل سهولة. هي اصلا بتطلع من المعلقة بسبب الزبدة وبسبب السيرب اللي انا حطاه. بس انا كده لما تحطيها كده اي زي ما انا بحطها كده، بحط الاول طبقة كده رفيعة
واحط السوداني اللي بالسيرب، وبعدين اروح حاطه الطبقه التانية بقى، افضل املى كده المعلقه اخليها هرميه، الفها كده بكف ايديا، افضل الفها في المعلقه تروح هي طالعه لوحدها متزحلقه وطالعه لوحدها. خلاص كده بقيت الكور اسويها واحطها واعمل غيرها. طريقه سهله كده وبسيطه وما فيهاش حاجه خالص. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتعملوها، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان يجي علينا كلنا بالخير يا رب. ويا رب اللي نفسه في حاجه يحققها باذن الله، وربنا كده يا رب ينجح ولادنا ويهديهم. كليها بقى انتي زي ما انتي عايزه، بالمعلقه بايديكي، بمعلقه ايس كريم، بفنجان صغير، براحتك بقى. كميه من نص كيلو طالعه حلوه قوي. الكاميرا طبعا مفتحه، هي لونها مش فاتح قوي كده، هي لونها مغمق ومستويه وحلوه جدا. هحطها بقى في التلاجة علشان تشد، وبعدين نطلعها بقى ونقدمها. لازم تسيبيها في التلاجة بتاع نص ساعه. انا طبعا هستخدمها على طول عشان طبعا تصوير الفيديو، بس انتي لازم قبل ما تحطي عليها الشوكولاته، لو هتنزليها كمان في صوص شوكولاته، لازم تدخليها التلاجة بتاع نص ساعه، وبعد كده تطلعيها تحطيها في صوص الشوكولاته، وبعدين ترجعيها التلاجة نص ساعه كمان، وترجعي بقى تقدميها. طريقتها سهله وبسيطه جدا ومفيهاش اي حاجه. انا اخترت ان انا احط عليها صوص الشوكولاته كده من فوق خيوط، حلوه برضو ان هي فيها العسل بتاعها السيرب، وهتنزل كمان في صوص الشوكولاته، فهتبقى كتير قوي السكريات هتبقى فيها كتير. فانا اخترت ان انا احط شوكولاته كده عليها من فوق. لو انت حابه تعملي زي كده اعملي، لو انت مش حابه تعمليها زي كده ممكن تنزليها بقى في الشوكولاته احسن، وترجعي تحطيها برضو في التلاجة تاني. انما انت ما بتحطي برضو الشوكولاتة كده الخيوط من فوق دي، لما بتقعد بتبدأ ان هي برضو تنزل وتسيح عليها وتغطيها، بتبقى حلوة. وكمان هحط مع الشوكولاتة هحط كراميل، وهرجع احط طبقة شوكولاتة خيوط تاني، يعني الطعم بيبقى حلو، بتبقى هي معسلة مع طعم الشوكولاتة، بتدي طعم حلو قوي. غير ان انا ما بغطيها بالشوكولاته بتبقى بتجزع قوي النفس. فانتي برضو شوفي يعني اللي يريحك، ان ده اختيارك انتي، اعمليه براحتك. في ناس ممكن تحطي عليها صوص شوكولاته وتديها من فوق زي حته كريم جانتيه، بس بتبقى صعبه قوي وبتبقى تقيله قوي. انا كده اهو غطيتها بخيوط الشوكولاته طول وعرض، وحطيت عليها كمان فورمارسيل شوكولاته وكراميل، وبصراحة كده طعمها حلو قوي ومسكرة، وتتاخد كده مع حاجة سخنة. احنا عندنا يعني في بيتي بنحب الحاجات الحلوة مع حاجة سخنة، وانا عامة بحب اكل الحاجة الحلوة اللي زي دي. حلويات رمضان بحب اخدها مع كوباية شاي او كوباية نسكافيه، بتبقى طعمها حلو. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تنفذوها في رمضان، وتنفذوها برضو في الايام دي في صيام. واشوفكم على خير في وصفة جديدة. السلام عليكم.